السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل كده شوية قرص. طبعا احنا عارفين الغلو اللي احنا فيه، هنعمل شوية حاجات بايدينا كده في البيت علشان توفر معانا شوية. طبعا القرصة الفتفوتة اللي قدامكم دي بتتباع بشيء وشويات في الفرن. هنعمل الكمية اللي قدامكم دي كلها وبمكونات بسيطة جدا، وهترملنا الكمية والعدد اللي انتوا شايفينه ده. في البداية خالص زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ ونقول بسم الله. نجيب كوباية الا ربع من الحليب ونحط عليها كيس خميرة فورية، وعليهم معلقة صغيرة من السكر، ونقلبهم كويس جدا مع بعض، ونسيبهم على جنب كده لحد ما يتفاعلوا مع بعض كويس قوي. في الوقت ده هجيب باقي المكونات وابدا احضر القرص بتاعتي. عندي في الطبق بتاعي هبدا ان انا احط كده 3 مجات من الدقيق. طبعا هوريكم المج اللي انا عايرت بيه، اكبر مج عندي بتاع الشاي ده. المج ده الشكل ده، او انتوا بقى عايروا بالمج اللي انتوا تحبوه عندكم، هتعايروا بيه بقى المكونات كلها عشان تكون الوصفة متساوية. وحطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر على الدقيق كده وقلبته مع بعض كويس قوي. وكنت محضرة بقى برضو كوباية الا ربع من الزيت على الزبدة، ونزلته كده على الدقيق وبدأت ان انا اقلبهم كويس جدا بالمعلقة. طبعا هقلبهم بالمعلقة الاول، وبعد كده هبدأ ان انا اشتغل بايدي. فاكرين لما كنا بنعمل كحك العيد وبنقعد نبس كده الدقيق في السمنة ونبسه بايدينا كده، ونحاول ان احنا نفركه كويس قوي بحيث ان الدقيق يتشرب كل السمنة اللي عندي. انا هعمل في القرص دي نفس الطريقة، هبدأ ان انا استخدم ايدي الاتنين كده في اني ابس الدقيق كويس قوي ان هو يتشرب الزيت والسمنة اللي انا حطيتهم عليه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى بعد ما نبسطوا شوية حلوين كده مع بعض، يعني حوالي 10 دقايق كده ولا حاجة، هجيب باقي المكونات وانزلها. يعني الحليب والخميرة اللي احنا عملناهم في اول الفيديو هننزلهم كده على العجين، ونبدأ بقى نعجن كويس جدا. انا مش هحط اي سوائل تانية، هي دي السوائل بس اللي انا حطيتها على القرص بتاعتي. وهبدأ بقى ان انا اعجن العجينة بتاعتي كويس جدا جدا، واقعد بقى اعجنها شوية طبعا علشان تديني نتيجة حلوة. زي ما قلت لكم قبل كده في كل المعجنات اللي احنا بنعملها بنعجن العجينه بايدينا كويس قوي. بصوا ايديا ممسوحه خالص، ما فيهاش اي دقيق خالص، لاننا بسيناها الاول في الزبده. فالعجينه بقت سهله وسلسه في ايدينا كده ان احنا نشكلها وان احنا كمان نلمها على بعض. زي ما انتوا شايفين كده بدات العجينه تلم معايا اهي. وهبدا ان انا اجمعها على بعض واغطيها بقى واحطها في مكان لحد ما تخمر معايا. طبعا انا بعمل فيها تجربة كده واحدة كده علشان اشوف هي تماسكت ولا لسه. بس كده خلاص تمام. هغطيها بقى بالاسترتش واحطها في مكان دافي تخمر معايا. وعلى ما تخمر العجينة بتاعتي، تعالوا بقى نشوف الحشوة بتاعة القرص بتاعتنا. طبعا الحشوة دي اختيارية. انا كنت عندي زي ما انتوا شايفين كده عجوة، سيحتها بحتة زبدة كده على النار وبدأت ان انا اكورها كور صغيرة. تعالوا نشوف العجينة بعد ما خمرت. بصوا ما شاء الله مليت لي الطبق بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا المها على بعض واخرج منها الهواء خالص. وبعد كده نبدأ بقى ان احنا نقطعها قطع صغيرة كده، ونبدأ ان احنا بصوا ما شاء الله ما فيهاش اي تشققات، العجينة ناجحة جدا معانا. تعالوا بقى نجيب العجوة ونجيب بقى العجينة، نبدأ ان احنا نقطعها كده كور متساوية، ونحط في النص العجوة ونقفل عليها بالراحة خالص كده. عايزه اقول لكم العجينه سلسه جدا في ايديا. هنضغط عليها ضغطه بسيطه جدا، ونجيب السكينه ونبدا ان احنا بقى نفتح فيها فتحات كده من فوق علشان تكون زي قرص الافران بالظبط، يعني اللي احنا بنشتريها. الكيلو دلوقتي تقريبا بقى ب40 جنيه في الفرن. بصي احنا عملنا الصاج اللي قدامنا ده كله، يعني هيعمل زياده عن كيلو كمان. هيعمل لك ما شاء الله عدد حلو جدا من القرص. وعملناه ب3 كوبايات من الدقيق بس، يعني 3 كوبايات دول يعتبروا مش مكملين حتى نص كيلو دقيق يعني. هنكمل بقى الصاج بتاع القرص كده زي ما انتم شايفين، وهنعملها كلها بنفس الطريقة. طبعا الحشوة اختيارية، لو عايزة تحشي مثلا ملبن، عايزة تحشي اي حشوات تانية، دي حاجة ترجع لك انت. بس اللي كان متوفر عندي كانت هي العجوة. بدأت ان انا اخلص كل الكمية كده، وطبعا وقفت على اخر قرصتين، كان طبعا العجوة خلصت. رحت حاطة بقى شوية سكر في النص كده، قلت هي هتمشي برضو. وخلصت كده الصاج بتاعي. طبعا انا مش هدخل على الفرن على طول، انا هسيبها ان هي تخمر حوالي كده ربع ساعة لحد ما توصل. بصوا ما شاء الله خمرت قبل ما ادخلها كمان الفرن، يعني احنا خمرناها كده، يعتبر دي تاني مرة خمرناها فيها. وبعد كده دخلنا على الفرن على طول.
وبعد ما طلعت من الفرن غطيتها علشان تهدى معايا كده وتبقى ايه محتفظة بطراوتها يعني. بصوا ما شاء الله، واخده كلها لون واحد اللهم بارك، ومستويه السوى الكامل، واخده لون حلو جدا من تحت. احلى قرص عملناها، ملينا الخير البيت خير فعلا ب3 كوبايات من الدقيق. دي كانت وصفتنا النهارده، يا ريت تجربوها وقولوا لي رايكم فيها ان شاء الله، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.